اهلا استاذ احمد. في موضوع بقى ضروري وشائك عاوز اكلمك فيه. وهو بما انك بتطلع رحلات من زمان عميد الفنانين. 10 سنين في الرحلات الحمد لله. دي 10 سنوات. طيب لو صادف وطلع معاك ولد وبنت تمام بقى وطلعوا معاك بقى واكتشفت بقى ان هم بقى مش مخطوبين ولا متجوزين، ايه الاجراءات اللي بتاخدها معاهم هناك في الغردقة او في اي مكان بقى؟ والله يا استاذ احمد الموضوع ده احنا كنا نعدوه في البدايه. تمام. فحصلت بعض المشاكل، يعني يبقى يطلعوا معانا مثلا، يبقى ياخدوا بعضهم يروحوا اماكن غير الاماكن، يبداوا يبعدوا عن البرنامج، يبعدوا عن الرحله. فطبعا انت عارف البنت مسؤوليه. ايه بقى الاجراءات السنه دي اللي عملتها عشان الموضوع ده؟ اي بنت هتطلع بدون ولي امرها، اخوها وامها وابوها تمام، او خالها او عمها، هيبقى في صورة البطاقة هتتسلم تمام قبل ما تطلع الرحلة. قبل الرحلة، علشان البنت لو تخلفت عن برنامج الرحلة هنبلغوا اهلها بارقام التليفونات. قلبك عامر بالإيمان، علشان نحن نبقوا غير مسؤولين عنها. إجراء بقى عملوا عميد الفنانين السنة دي في 2024 اللي حابب يطلع مصيف مع عميد الفنانين. هو الحرة اللي مش خايفة من حاجة هتقدم صورة البطاقة عادي، اللي مش خايفة من حاجة يقدم صورة البطاقة عادي. لا أمان لأن بقى إحنا بنخاف على لأن حصلت مشكلة السنة اللي فاتت والله يا أستاذ أحمد، والحمد لله الواحد اتعلم منها ومش عاوز الغلطة تتكرر تاني. وكان في 3 بنات للأسف اتعرفوا على 3 شباب هناك وخطبوهم بعربية ملاك ومشوا، وكان هيبقى في إجراءات وكان هيبقى في شرطة وبلاغات وحكايات، والحمد لله لمينا الموضوع بسرعة وسيطرنا على الفنان جابر العسكري. وإن شاء الله أبلغ الحبايب إن شاء الله معنا رحلة اليوم الواحد شاطئ السياحي الجمعة القادم بإذن الله، اللي هو موافق 2/5 و 3/5 بعون الله. 350 جنيه الفرد تمام، شاطئ السياحي وبرنامج طبعا. نبلبط في المية، نبلبط معاك في المية ان شاء الله. ان شاء الله رحلة يوم الجمعة ان شاء الله، وبرنامج جميل بعون الله. ودايما بنحرص جدا على ان العميل بتاعنا يستمتع، يعني ما نبصش على اهم حاجة رضا العميل. اهم حاجة العميل يرجع مبسوط، لان العميل بيجيب عميل والرحلة بتجمع رحلة. زلابينو اهم حاجة رضا العميل، اهم حاجة رضا العميل طبعا. احنا نشكر عميد الفنانين على الاستضافة دي، وان شاء الله. وادي زلابي اهو اهو نشوف راد معانا اهو. يا زلابينو. مساء الحبايب. شكرا.